حقيقية وراء هذا الحادث الأليم؟ نعم، بالنسبة لحصيلة الوفاة هي حصيلة نهائية 11 حالة وفاة. ربما العدد اللي راح يتغير في الحصيلة النهائية هو عدد المصابين الذين كانت لهم صدمة نفسية أو كان لهم ضيق في التنفس. كذلك تم تحويلهم بعد 19 حالة أولى التي تم تحويلها إلى المستشفى المحلي. ربما هناك حالات أخرى سيوافون بها الزملاء الموجودين في عين مكان في تقرير نهائي عن العملية. إذا تكلمنا عن الأسباب المتعلقة من وراء نشوب هذا الحريق، طبعا الجهات الأمنية التي تملك ضبطية قضائية الآن موجودة في عين المكان تباشر تحقيقاتها للوصول إلى ملابسات وقوع هذه الواقعة وهذه الفاجعة التي هزت كيان الدولة الجزائرية صباح اليوم في حدود الساعة 3:32. واضح. هل تم إخماد هذا الحريق والسيطرة عليه كليا ونهائيا أو إلى غاية الآن لازلتم تحاولون؟ طبعا الحريق تم إخماده في حدود الساعة 4 صباحا بتسخير امكانيات ماديه معتبره وبشريه ممثله في شاحنات الاطفاء، السلم الميكانيكي، سياره الاسعاف وكل الوسائل التي تسهل مهمه المتدخلين في هذه العمليه. قلت الاجراء ما زال متواصل، ليس في باب الاخماد ولكن لاتمام كل الاجراءات المتعلقه بهذا الحريق الذي نشب اليوم على مستوى دار الطفوله المسعف. طيب فقط استسمحك وسيله، هل تم اخراج كل المصابين الى غايه الان او لا يزال هناك او لا تزال عمليه البحث مستمره؟ طبعا كل العمليه تمت قلت في غضون تقريبا 30 الى 35 دقيقه من التدخل صبيحه اليوم. تم اجلاء الساكنه من الاطفال ومن المرافقين من المربين وغيرها واخلاء كل من كان موجود داخل هذا المركز، لكن قلت للاسف اننا سجلنا 11 حاله وفاه وسجلنا ازيد من 19 حاله اخرى كانت لها اصابات متفاوته الخطوره بحروق، وكذلك من كانت له صدمه نفسيه ومن كان له يعاني في ضيق في التنفس الى غير ذلك. المركز الان خالي من الساكنه، فقط هناك اجراءات تنظيميه قانونيه لابد من ان تتم بين مصالح الحمايه المدنيه والجهات الامنيه التي تملك ضبطيه قضائيه في عين المكان. نعم، ذكرت مصالحكم سيدي انه 19 مصابا، من بين المصابين هم فئه من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يعانون الى حد الساعه بصدمه نفسيه كبيره. لو نعرف فقط وضيق في التنفس. نعم، وضيق في التنفس ايضا. لو نعرف فقط سيدي اعمار الضحايا والمصابين، وايضا كم تم اجلاء هذا المصابين من ذوي الهمم؟ نعم، بين 19 حاله التي تم اجلاءها هناك من الضحايا او من المصدومين او من الذين كانوا يعانون من ضيق في التنفس 5 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصه. الحمد لله رب العالمين ان لهم ما كانش عندهم حروق او اصابات خطيره، كان عندهم هناك صدمه نفسيه وكان عندهم ضيق في التنفس من جراء الدخان المنبعث من المؤسسه التي تعرضت الى السنه اللهب او تعرضت الى الحريق. طبعا الفئات العمريه ستحدد هويه الاطفال او هويه كل الضحايا من الجنس سواء كان ذكر او انثى وحتى الفئات العمريه، وسيقدم تقرير نهائي الى الجهات المسؤوله والى وسائل الاعلام في النشرات القادمه ان شاء الله في الساعات القليله القادمه. طيب سي بن فحصي، فقط تم ذكر انه تم اجلاء المصابين الى اماكن امنه، ولكن لم يتم من ذكر من مصالحكم الاماكن التي يتواجدون فيها الان. طبعا هم متواجدين على مستوى المستشفى المحلي القريب لمكان وقوع هذه الحادثه حتى يتم اخضاعهم الى متابعه نفسيه من طرف الاخصائيين النفسانيين، وكذلك الى عمليه تشخيص وتطبيب من قبل الفريق الطبي الذي يشتغل في المؤسسه الصحيه. المؤسسه الصحيه فقط بن فحصي، زميرلي مستشفى زميرلي هو القريب. طبعا المستشفى المحلي القريب لمكان وقوع هذه الحريق. قلت لما نتكلم عن الاماكن الامنه اي بمعنى ان كل الناس غادرت المكان الحريق، هم الان متواجدين على مستوى المؤسسه الصحيه، منهم من يخضع الى تشخيص للاطباء العامون واطباء الاختصاص، ومنهم من يخضع الى تشخيص او حصص علاجيه من طرف الاخصائيين النفسانيين حتى يخرجوهم من هذه الصدمه النفسيه التي تعرضوا لها جراء الحريق المهول الذي شهده مركزهم صباح اليوم. نعم، في أي ساعة فقط سيد كريم بن فحصي تلقيتم هذا البلاغ وكيف تم خلينا نقول التدخل من قبلكم من قبل أيضا الفرق الأمنية وكافة القطاعات التي كانت حاضرة من خلال الصور؟ أيضا. نعم، توقيت الحادث كان على حدود الساعة
ثالثة و32 دقيقة من صبيحة اليوم، أين تلقى مركز التنسيق العملي لولاية الجزائر العاصمة أو لمديرية الحماية المدنية للجزائر العاصمة نبأ بوجود حريق مهول على مستوى دار الأيتام والطفولة بوسعفة. سخرت مصالحنا كل الإمكانيات المادية والبشرية، تم التنسيق مع المصالح الأمنية من أجل الحضور في عين المكان لتطويق المكان وتسهيل مهمة المتدخلين، كذلك رفع تقرير فوري لحظي إلى الجهات العليا المسؤولة، وشفنا حضور السلطات المدنيه والعسكريه وحضور السيد المدير العام للحمايه المدنيه العقيد معلم بوغلاب في عين المكان لمتابعه تطورات الوضع واجداء التعليمات والتوجيهات بغيه السيطره على الحريق واتمام كل الترتيبات المتعلقه بهذه الفجعه. سي بن فحصي، هل مكان الحريق ولا المكان اللي شب فيه الحريق ولا شب فيه الحريق عفوا، هل فقط هو مصلحه الطفوله المسعفه ولا حتى الاماكن المجاوره؟ سيدي الكريم، الحريق نشب على مستوى دار الطفوله المتعفى ودار الايتام. هذا المركز المخصص لرعايه الاطفال المسعفين واليتامى. راح نقول في تقرير نهائي كل التفاصيل عن اسباب وقوع الحريق وعن الاجنحه والفضاءات التي مسها الحريق، لانه العمليه الان جاريه مع السلطات الامنيه في عين المكان. سنوافي مصالحكم ووسائل الاعلام الاخرى بكل التفاصيل المتعلقه بهذا الحريق. الى غايه الان يعني لا اسباب واضحه لسبب الحريق هذا. انقطعت المكالمة الهاتفية للأسف الشديد. شكرا لك سي كريم بن فحصي مكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية على إيفائنا بهذا التفاصيل. سأكيد نغطي هذا الحدث الأليم بعد لحظات. سنكون حاضرين متواجدين في المكان لنقل الصورة طبعا على المباشر. إنا لله